بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في مراجعة ليلة الامتحان في الجبر والإحصاء 2023. معكم مستر أحمد طربوش، معلم أول ألف رياضيات للمرحلة الإعدادية بمدارس نور المعارف الخاصة بجرجع. النهاردة هنحل مع بعض النموذج الأول في الجبر طبعا، وأنا بقول لكل طالب وكل طالبة لازم تهتموا بنماذج كتاب الوزارة، لأن طبعا الامتحان بيجي منها بنسبة كبيرة. نموذج واحد هنا أجب عن الأسئلة التالية أو الآتية. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. النقطة -3 و4 تقع في الربع. طبعا يا ولاد هنا أنا عندي لما أجي أقسم، ده اسمه الربع الأول، وده الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع. الربع الأول دايما بيبقى موجب وموجب، يعني المسقط الأول بيبقى موجب والمسقط الثاني بيبقى موجب. الربع الثاني بيبقى سالب وموجب، يعني المسقط الأول بيبقى سالب والمسقط الثاني بيبقى موجب. الربع الثالث بيبقى سالب وسالب، ده الربع الثالث. الربع الرابع بيبقى هنا موجب وإيه وسالب. تمام، يبقى الربع الأول موجب وموجب، الربع الثاني سالب وموجب، الربع الثالث سالب وسالب، الربع الرابع موجب وسالب. طب هنا بيقول لي -3 و4، هنا المسقط الأول سالب والمسقط الثاني بالموجب، يبقى ده كده في الربع الثاني. رقم 2: الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى الانحراف المعياري. رقم 3 بيقول لي إذا كان 3 ألف بيساوي 4 ب فإن ألف إلى ب أو ألف على ب. أنا لما أجي أقول هنا ألف على ب مرجعش فاضي، يبقى أعكس على طول، هتبقى 4 على 3، 4 على 3 أو 4 إلى 3. أختار الإجابة رقم ب. إذا كان ن س يساوي 2، يعني عدد عناصر السين ب2، يعني عنصرين، ونون صاد 2 يساوي 9، ن صاد 2 يساوي 9، يبقى ن صاد بس بكام؟ ب3. ليه؟ لأن عدد عناصر الصاد لما تكون مضروبة في نفسها مرتين ب9، يبقى أجيب جذرها على طول، يبقى ن صاد بيساوي 3. يبقى أنا دلوقتي عندي عدد عناصر السين ب2 وعندي عدد عناصر الصاد ب3. هو عايز ن س في صاد، يعني عدد عناصر السين في عدد عناصر الصاد. عدد عناصر السين ب2 في عدد عناصر الصاد ب3، يبقى 2 في 3 ب6، يبقى أختار الإجابة رقم ألف. رقم 5: المدى لمجموعة القيم 7 و3 و6 و9 و5 بيساوي نقط. المدى عبارة عن أكبر مفردة ناقص أصغر مفردة، أو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة في الأرقام دي كلها 9 ناقص أصغر قيمة هنا 3، فلما أطرح 9 ناقص 3 يديني 6، يبقى أختار الإجابة رقم ج. رقم 6 بيقول لي إذا كانت صاد تتغير طرديا مع السين، وكانت صاد بيساوي 2 عندما السين بيساوي 8، فإن صاد بيساوي 3 عندما السين بيساوي نقط. بص يا ولاد، هنا ده تغير طردي، وعندي في المسألة مديني أدي قيمة 2 3 وطلب الرابعة. أنا قلت لك طالما مديني، حتى احنا شرحناها قلنا طالما في 3 قيم في المسألة وعايز القيمة الرابعة، بمشي بالعلاقة التانية اللي هي ايه؟ اللي هي س 1 على س 2 يساوي صاد 1 على صاد 2. س 1 اللي هي أول س تجابني، أول س تجابني اللي هي 8، على س 2 اهو عندما س بيساوي نقط، هي دي س 2 اللي هو عايزها، يساوي صاد 1 أول صاد تجابني اللي هي 2، صاد 2 تاني صاد تجابني اللي هي 3. عشان أجيب قيمة السين هنا اللي في وش السين على طول، المقص بتاعها اللي هو الاتنين ينزل تحت، وأضرب 8 في 3 ب24، 24 على الاتنين فيها 12. ده كان السؤال الأول، هو عبارة عن 6 نقاط. نيجي بعد كده للسؤال الثاني. رقم ألف بيقول لي إذا كان س ضرب ص، طبعا هو ضارب لي هنا س ضرب ص، تمام. هو عايز ص طبعا هي عبارة عن المساقط التانية، يبقى ص دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 و5 و7، لأن المساقط الأولى
س اللي هي 2 وهنا 2 وهنا 2، فأنا باخد 2 واحدة يبقى المجموعة 2. إنما صاد المساقط التانية اللي هي المجموعة 2 و5 و7، دي كده المجموعة صاد. طب عايز صاد ضرب س. على فكرة هو سؤال جميل جدا، هو هنا ضارب لي س ضرب صاد. طب أنا لو حبيت أجيب صاد ضرب س، اعكس على طول، أقول 2 و2 5 و2 7 و2، بس كده. دي س ضرب صاد. أنا لما عكست الزوج أصبح 2 و2 5 و2 7 و2. وممكن تجيبها من هنا، أنا عندي أدي الصاد تمام، والسين اهي اللي هي المساقط الأولى، فأقول هي 2 و2 5 و2 7 و2. نيجي بعد كده لرقم ب، بيقول لي هنا ايه؟ إذا كانت، ده بقى سؤال مهم جدا اللي هو السؤال الثاني رقم ب، بيقول لي إذا كانت ألف وب وج ود كميات متناسبة اثبت إن الطرف الأيمن ده بيساوي الطرف الأيسر. طالما قال لي ألف وب وج ود في كميات متناسبة، كل اللي أنا هعمله هقول له كده ألف على ب بيساوي ج على د يساوي م. معنى كده إن الألف بيساوي ب م، والجيم بيساوي د م. اخد بعد كده يعني انا هعوض عن الطرف الايمن عن الالف بب م، وعن الجيم بد م. امسك طرف طرف، يبقى انا كده معايا الطرف الايمن بيساوي اللي هو اساسا عبارة عن الف على ب ناقص الف، الف على ب ناقص الف يساوي، هشيل الالف واحط قيمة الالف اللي هو ب م على ب ملهاش تعويضة ناقص، هشيل الألف برضو وأحط ب م. الكلام ده بيساوي الب م اللي فوق في البسط هتنزل زي ما هي في المقام. هنا عندي ب وهنا عندي ب، آخد الب عامل مشترك، هيتبقى معايا إيه؟ طبعا أنا ب أقسم ب على ب فيها واحد راحت ناقص ب على ب راحت، يتبقى معايا الميم. الميم اللي فوق أو آسف الب اللي فوق تروح مع الب اللي تحت، أصبح في البسط كده عندي م، وفي المقام عندي م ناقص واحد، وأدي العلاقة دي رقم واحد. يبقى كده الطرف الأيمن عندي طلع بواحد على م ناقص واحد، واحد ناقص م. أجي بعد كده الطرف الأيسر بيساوي، الطرف الأيسر بيقول لي ج على د ناقص ج، ج على د ناقص ج. هشيل الجيم وحط قيمتها اللي هي ايه؟ د م على د ما عنديش ليها تعويضة ناقص ج، برضو هشيلها واحط د م. الكلام ده بيساوي، انا عندي الد م اللي هي في البسط هتنزل زي ما هي، نيجي في المقام هنا في د وهنا في د، اخد الدال عامل مشترك، لما اجي افتح قوس هقسم الدال على الدال راحت تتبقى م، الدال على دال راحت تتبقى معايا م. طبعا هنا الدال تروح مع الدال، الدال اللي في البسط تروح مع الدال اللي في المقام، هيصبح في البسط عندي م وفي المقام واحد ناقص م، وأدي العلاقة دي رقم 2. لو تلاحظ معايا إن الطرف الأيمن طلع بميم على واحد ناقص م، والطرف الأيسر بميم على واحد ناقص م، معنى كده إن أنا هقول له كده من 1 و2 على طول الطرفان مالهم؟ متساويان، طرفان متساويان. دي كانت إجابة السؤال الثاني رقم ب. ندخل على السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لي هنا، يبقى أنا كده شغال في السؤال الثالث ألف. السؤال الثالث بيقول لي إذا كان س يساوي المجموعة 2 و3 و5، دي المجموعة س، وصاد يساوي المجموعة 4 و6 و8 و10، وكانت عين علاقة معرفة من س إلى صاد حيث ألف عين ب تعني أن، أنا اللي يهمني كلمة تعني أن، تعني إيه؟ إن 2 ألف بيساوي ب، لكل ألف ينتمي لس وب ينتمي لصاد، اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي وبين أن عين دالة. بص يا ولاد، همسك كل رقم من أرقام المجموعة س هضربها في 2،
لأن الألف دي كل الأرقام دي بقول عليها ألف. طب هو بيقول لي 2 في ألف، يعني هضرب الاتنين في الرقم الأولاني، واضرب 2 في الرقم التاني، واضرب 2 في الرقم التالت. يعني أنا أقول له كده بيساوي، هضرب 2 في 2 بأربعة، هي الأربعة يبقى 2 وأربعة. هضرب 2 في 3 لأن أنا هشيل الألف وأحط 3، 2 في 3 ب6 يبقى 3 و6. هضرب 2 في الخمسة ب10، هي ال10 يبقى 5 و10. تمام كده. مثل بمخطط سهمي. كل اللي أنا هعمله إن أنا هرسم المستطيل كده اللي هو الواقف ده، بكتب فيه س، وبرسم واحد تاني وبكتب فيه ص. بكتب هنا في السين عناصر المجموعة س اللي هي أصلا موجودة في المجموعة الأصلية، وبكتب هنا ص اللي هي العناصر اللي موجودة في الصاد. وأوصل بالأسهم من العلاقة دي 2 و4، 3 و6، 5 و10. تمام كده. طيب هنا طبعا العلاقة دالة ليه؟ لأن كل عنصر من عناصر المجموعة س ظهر، يعني أو ممكن أقول لك كل عنصر من عناصر المجموعة س خرج منه سهم واحد. يبقى أقول له كده العلاقة دالة. ليه؟ لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد. المدى، أفتح قوس مجموعة واجي هنا عند الصاد أشوف فين الأرقام اللي راحت لها السهم. هلاقي إن الأربعة راح لها سهم، والستة راح لها سهم، والتمانية راح لها سهم. يبقى 4 و6 و8 هو ده المدى. ما هو طالما العلاقة دالة يبقى ليها مدى. ده كان السؤال الثالث ألف. السؤال الثالث رقم ب بيقول لي هنا إذا كان أوجد العدد الذي إذا أضيف، كلمة أضيف معناها زائد، إلى حدي النسبة 7 إلى 11 فإنها تصبح 2 إلى 3. مبدئيا كده طالما قال لي أوجد العدد، يبقى أول حاجة هقول له نفرض أن العدد هو س. نفرض أن العدد هو س. هعمل شرطة كسر كده. أضيف إلى حدي النسبة. حدي النسبة يعني السبعة دي في البسط هضيف لها س، هتبقى 7 زائد س. طب ولو قلت س زائد 7 صح. والمقام برضو هضيف له 11 يعني س زائد 11، فإنها تصبح 2 إلى 3 معناها 2 على 3. هعمل مقص، هضرب التلاتة مرة في السين وهرجع أضربها مرة في السبعة. 3 في س ب3 س زائد 3 في السبعة ب21 يساوي 2 في س ب2 س زائد 2 في ال11 ب22. أنا عندي هنا الطرف الأيمن ده في س والطرف الأيسر في س. إحنا هنجمع السينات في اليمين والأرقام في الشمال. طب ما هي ال3 س دي في اليمين تنزل زي ما هي. مين اللي هيجيها من الناحية التانية لليمين؟ اللي هي إيه؟ ال2 س. ال2 س لما تروح من، طبعا هي دلوقتي اتغيرت من مكان لمكان، اتنقلت يعني تتغير إشارتها. فبدل ما 2 س هتبقى سالب 2 س. كده الطرف الأيمن خليت فيه سينات. تعال نشوف الطرف الأيسر، خلي فيه الأعداد. طب ما هو ال 22 ده العدد 22 في الشمال سيبه. مين اللي هيجيله من الطرف الأيمن يروح الناحية التانية؟ ال21 بس بسالب 21. 3 س ناقص 2 س يديني س واحدة بس، يساوي 22 ناقص 21 يديني 1. طالما السين انتهت بواحد يبقى أقول له كده العدد هو 1. يبقى العدد طلع بكام؟ طلع ب1. ده كان السؤال الثالث كله ألف وب. نيجي بعد كده للسؤال الرابع. السؤال الرابع ألف بيقول لي هنا إذا كانت س يساوي المجموعة 1 و3 و5 وكانت عين دالة على س. إيه معنى كلمة دالة؟ دالة يعني كل عنصر من عناصر المجموعة س ده ظهر كمسقط أول. طب ما هو مديني هنا العين، تمام، ألف و3 وب و1 و1 و5. هو عايز مدى الدالة. مبدئيا المدى اللي هي المساقط التانية اللي هي مجموعة الصور. المسقط التاني هنا 3،
والمسقط التاني هنا 1 والمسقط التاني هنا 5، يبقى أقول له كده 3 و1 و5، والمدى بيتكتب في صورة مجموعة. عايز القيمة العددية للألف عايز القيمة العددية لألف زائد ب. طيب تعال نشوف الألف الأول تطلع بكام والب تطلع بكام. هنا لو تلاحظ معايا هنا في بيان العلاقة مفيش إلا غير الواحد بس اللي هو ظهر كمسقط أول، اللي هو الواحد ده. يبقى أنا كده عندي رقمين. يبقى أنا لو قلت إن الألف بيساوي 3، يعني الألف لو خدت 3 هتبقى الب بيساوي كام؟ 5. طب ولو قلت الألف بيساوي 5 هتبقى الب بيساوي إيه؟ بيساوي 3. طيب يبقى أنا عشان أجيب الألف زائد ب لا إما أجمع 3 زائد 5 أو 5 زائد 3. يعني أنا لو قلت 3 زائد 5 صح، ولو قلت 5 زائد 3 صح، في النهاية هيديني 8. تمام كده؟ ده كان السؤال الرابع ألف. السؤال الرابع به بيقول لي إذا كانت صاد تتغير عكسيا مع السين. طالما في واحد كده فوق يبقى ده تغير عكسي، بس لما اجي اقراها تبقى القراءة الصحيحة صاد تتغير عكسيا مع س. وكانت صاد بيساوي 3 عندما س بيساوي 2. أوجد العلاقة بين س وصاد. طالما عايز العلاقة يبقى أقول له كده، أول حاجة أقول له بما إن الصاد بتتغير عكسيا مع السين، يبقى أنا هشيل علامة التغير وأقول كده إيه؟ ميم ثابت على س أهو. طالما مديني الصاد ومديني السين هشيل الصاد واحط قيمتها بكام. الصاد ب3، يبقى اقول له 3 بيساوي الثابت ميم ما عنديش على السين اللي هو ب2. خلي دي كده على ايه؟ على 1 عشان اجيب قيمة الميم. طبعا هنا اعمل مقص، ميم في 1 ب1 ميم، و2 في 3 ب6. ارجع اعوض تاني في العلاقة دي، او ارجع اكتب العلاقة الصحيحة اللي هي اساسها ايه؟ مش احنا قلنا الميم انا جبتها ب6، يبقى اقول له كده 6 على س، يبقى هي دي العلاقة، ان الصاد بيساوي 6 على س. تاني هنا العلاقة دي تغير عكسي، يبقى الصاد يساوي ميم على س. عارف لو طردي كنت قلت الصاد يساوي ميم س، انما هنا ده تغير عكسي، عشان كده انا قلت ايه؟ قلت الصاد يساوي ميم على س. تمام. المطلوب الثاني بيقول لي اوجد قيمة صاد عندما س ب1.5. هعوض هنا في العلاقة عن س ب1.5، يبقى أقول له كده عندما السين يساوي 1.5 يكون. كل اللي أنا هعمله إن أنا هشيل السين ديت وأحط 1.5، يبقى أقول له 6 على شيل السين وحط 1.5. حتى لو قسمتها بالآلة 6 على 1.5 هيديني كام؟ هيديني 4. ده كان السؤال الرابع كله. أدخل بعد كده على السؤال الخامس. السؤال الخامس طبعا فيه جزئيتين. الجزئية الأولى هو التمثيل البياني لمنحنى الدالة، سواء منحنى الدالة مفتوح لأعلى أو منحنى الدالة مفتوح لأسفل. ده طبعا سؤال لا غنى عنه في الامتحان، بيجي في الامتحان باستمرار، سؤال مضمون وسهل. مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث دالة السين يساوي س ناقص 3 كل تربيع، متخذا س بتنتمي للفترة من 0 ل6. ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة الصغرى للدالة ومعادلة محور التماثل. طبعا أنا هنا بحضر الجدول بتاعي. طبعا يا ولاد في الامتحان بيديك في كراسة الإجابة فرخ ورق كده في النص خاص بالشبكة التربيعية عشان تقدر ترسم. أنا هرسمها لك هنا، ولكن مش هتبقى دقيقة زي ما أنت هترسم في الورقة المخصصة للرسم. أول حاجة أنا بعمل جدول مكون من خانتين، خانة للسين وخانة للصاد أو دالة السين. السين أنا عندي فكيت الفترة من 0 لغاية 6، فأنا كتبت هنا 0 1 2 3 4 5 6. أنا عندي هنا هشيل السين وحط 0 وشيل السين وحط 1، يعني أنا هعوض عن كل رقم من السين هنا في الدالة دي. طب لما أشيل السين وحط 0، 0 ناقص 3 يديني -3، -3 تربيع ب9. طب شيل السين وحط 1، 1 ناقص 3 -2، -2 تربيع ب4. هشيل السين وحط 2، 2 ناقص 3 يديني -1، -1 تربيع ب1. هشيل السين وحط 3، 3 ناقص 3 يديني 0، 0 تربيع ب0. هشيل السين وحط 4، 4 ناقص 3 1، 1 تربيع ب1. هشيل السين وحط 5، 5 ناقص 3 يديني 2، 2 تربيع ب4.
هشيل السين ونحط 6. 6 ناقص 3 3 3 تربيع بكام؟ ب9. لاحظ معايا ان الثلاث ارقام اللي على يمين الصفر هنا هم الثلاث ارقام اللي على شمال الصفر. معنى كده ان الثلاثة والصفر ده هي دي نقطة رأس ايه؟ المنحنى. نقطة رأس المنحنى. ممكن اجيبها كده في الاول وممكن ارسم عادي الاول. انا بقسم الخط الاعداد بتاعي المحاور التماثل. طبعا هنا على اليمين الاعداد الموجبة وعلى الشمال الاعداد السالبة. هنبدأ نحل 0 و9. ادي 0 واطلع لل9. 1 بالأربعة ادي 1 و4. 2 بواحد ادي 2 بالواحد. 3 وصفر على الخط نفسه. 4 وواحد ادي 4 وواحد. 5 و4 ادي هنا عندي 5 واطلع لل4. تمام. الستة وتسعة. 6 وايه و9 ادي ال6 واطلع لل9. انا بقول لكم ان الرسمه هتطلع عندكم انتم مظبوطه اكتر مننا. واوصل بايدي. ادي هو منحنى الداله. طبعا هنا انا قلت راس المنحنى 3 و0 وفعلا الراس اهي. يبقى ال3 و0 ديت. ال3 و0 هي نقطه راس المنحنى. نقطه راس ايه؟ المنحنى. وطالما المنحنى مفتوح زي السبعة لفوق يبقى ليه قيمة صغرى. ليه قيمة صغرى. يبقى أقول له القيمة الصغرى بيساوي. أروح واخد إيه؟ الإحداث الصادي اللي هو دي اللي هو الصفر. بعد كده أقول له كده معادلة محور التماثل. أقول س يساوي واخد الرقم الاولاني او المسقط الاولاني او الاحداثي السيني اللي هو ال3. يبقى انا كده رسمت له الداله. جبت له نقطه راس المنحنى. جبت القيمه الصغرى. جبت معادله محور التماثل. طيب تعالى بقى ندخل على اخر فقره رقم ب. احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم 8 و9 و7 و6 و5. أول حاجة أنا بعمل الخطوة الأولى. طالما مديني قيم وعايز مني الوسط الحسابي والانحراف المعياري فأنا بجيب له الوسط الحسابي الأول. هو عبارة عن مجموع القيم على عددهم. الوسط الحسابي اللي هو س شرطة اللي بنقول عليه س بار بيساوي مجموع القيم اللي هي 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5 على عددهم اللي هو 5. اجمع ادي 8 و7 15. 15 و9 24. 24 و6 30. 30 و5 35 على 5 فيها السبعة. يبقى س بار طلع ب7. بعد كده بعمل جدول مكون من 3 خانات. الخانة الأولى بكتب فيها س اللي هي المفردات دي اللي أنا قلتها. بعد كده س ناقص س بار. بعد كده س ناقص س بار كل تربيع. لما نكتب السين أنا عندي هنا أدي 8 9 7 6 5. س ناقص س بار. السين اللي هي المفردات دي يعني أقول له كده 8 ناقص 7 ما هي س بار ب7. 8 ناقص 7 1. بعد كده 9 ناقص 7 2. 7 ناقص 7 0. 6 ناقص 7 سالب 1. 5 ناقص 7 سالب 2. بعد كده س ناقص س بار كل تربيع. يعني ده الخانات دي اللي أنا جبتها هربعها يعني أضربها في نفسها مرتين. 1 في 1 ب1. 2 في 2 ب4. 0 مرتين تضرب في نفسها ب0. سالب 1 تربيع ب1. سالب 2 تربيع ب4. بجمع الخانة الأخيرة. آدي المجموع. طبعا آدي 1 و4 5. 5 و1 6. 6 و4 10. تمام. نيجي بعد كده للانحراف المعياري اللي هو السيجما. القانون الجذر التربيعي لمج س ناقص س بار كل تربيع على ن. يبقى ادي سيجما بيساوي مج س ناقص س بار تربيع اللي هي الخانة الأخيرة اللي هي 10 على ن اللي هو عدد القيم. عدد القيم احنا لسه قلناه 5 قيم. الكلام ده بيساوي جذر 5. جذر 5 لما اجي اعمله بالآلة الحاسبة هيطلع 1.41 من 100. هننتقل مع بعض حل نموذج الثاني من نماذج كتاب المدرسة. السؤال الأول
لو في أسئلة مكررة بس عشان وقت الفيديو مش هنحلها. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. النقطة 3 و4 تقع في الربع. طبعا النقطة 3 المسقط الأول موجب والمسقط الثاني موجب، يبقى موجب وموجب، يبقى تقع في الربع الأول. من مقاييس التشتت، مقاييس التشتت المدى والانحراف المعياري. أنا هنا عندي في الاختيارات الانحراف المعياري، يبقى أختار الانحراف المعياري. رقم 3 بيقول لي الثالث المتناسب للعددين 3 و6. الثالث المتناسب يعني معنى كده الثالث أنا لسه معرفوش، فهيبقى الثالث هو س. تمام، ده تناسب متسلسل. هقول 3 على 6 يساوي 6 على س. 3 على 6 يساوي 6 على س. عشان أجيب قيمة السين يساوي اللي في وش السين اللي هو التلاتة تنزل تحت، وأضرب 6 في 6 ب36، و36 على التلاتة فيها ال12. أختار الاختيار رقم د. رقم 4 إذا كان ن س يساوي 2 يعني عدد عناصر السين عنصرين، ونون ص في س بيساوي 6، حاصل ضرب عدد عناصر الصاد في عدد عناصر السين ب6، منهم ان ن س ب2، يبقى 2 في كام مديني 6؟ 2 في 3. يعني معنى كده ان ن ص يساوي 3، يعني عدد عناصر الصاد ب3. هو عايز ن ص 2، يعني عدد عناصر الصاد مضروبة في نفسها مرتين، يعني 3 تربيع بكام؟ ب9. المدى لمجموعة القيم 7 و3 و6 و9 و5 يساوي نقط. طبعا المدى أكبر مفردة ناقص أصغر مفردة، أو أكبر قيمة اللي هي التسعة أنقص منها أصغر قيمة التلاتة، و9 ناقص 3 بيديني 6. أختار الاختيار رقم ج. إذا كان س ص يساوي 7 فإن ص بتتغير على طول. أول ما ألاقي إن الس والصاد لازقين في بعض بتتغير عكسي، يبقى الصاد بتتغير عكسيا مع السين. تتكتب إزاي عكسيا مع السين؟ اللي هي 1 تتغير مع 1 على س، يعني تتغير عكسيا مع السين. ننتقل بعد كده إلى السؤال الثاني. تعال نشوف مع بعض كده السؤال الثاني بيقول إيه. بيقول لي هنا طبعا السؤال الثاني فيه جزئيتين، جزئية ألف وب. ألف بيقول لي إذا كانت السين بيساوي المجموعة 2 و5، وصاد يساوي المجموعة 1 و2، وعين بيساوي المجموعة 3. كده أنا عندي 3 مجموعات، مجموعة اسمها س، مجموعة اسمها صاد، مجموعة اسمها عين. عايز ن س ضرب عين، يعني عايز ن س في ن عين، عدد عناصر السين في العين. طب ما هو عدد عناصر السين عنصرين، في عدد عناصر العين عنصر واحد، يبقى 2 في الواحد ب2. طيب عايز بعد كده صاد تقاطع س ضرب عين، صاد تقاطع السين، صاد تقاطع السين ضرب العين. أي تقاطع بيبقى بين قوسين مجموعة. الصاد والعين، آسف، الصاد والسين، أدي الصاد وأدي السين. التقاطع يعني عناصر بتتكرر، الاتنين موجودة هنا وموجودة هنا، يبقى الاتنين بس، لأن هنا في 5 وهنا في 2. ضرب العين يعني المجموعة عين اللي هي ب3، وضرب يقصد ضرب، دي كارتي. يبقى اخد الاتنين مع التلاتة واقفل الزوج والقوس. ده السؤال التاني ألف. رقم ب بيقول لي إذا كانت ب وسط متناسب بين ألف وجيم. طالما قال لي وسط متناسب معنى كده إن ألف وب وجيم في تناسب متسلسل. يبقى أنا طالما في ألف وب وجيم في تناسب متسلسل، يبقى أقول له كده ألف على ب يساوي ب على جيم يساوي ميم. يبقى منها الألف بيساوي جيم ميم، وأبروز ده كده. دي الب، آسف، الب اللي هي بجيم ميم، والألف بيساوي جيم ميم تربيع. يبقى أنا كده معايا الب بجيم ميم، ومعايا الألف بجيم ميم تربيع. هو طبعا بيقول لي اثبت إن الطرف الأيمن ده بيساوي الطرف الأيسر. يبقى أنا هاخد الطرف الأيمن وحده، وبعد كده أرجع أخد الطرف الأيسر وحده، ولازم يبقوا قد بعض. الطرف الأيمن أساسه هو بيقول لك إن الألف ناقص الب على ألف ناقص الجيم. هشيل الألف وأحط مكانها جيم ميم تربيع أهو ناقص. هشيل الب وأحط مكانها جيم ميم على، هشيل الألف وأحط مكانها جيم ميم تربيع ناقص الجيم ملهاش تعويضة. في البسط هنا أنا عندي هنا في جيم وهنا في جيم، أخد الجيم عامل مشترك. هنا في ميم تربيع وهنا في ميم، أخد الميم بأصغر أس.
اقسم البسط كله على ج م. ج على ج راحت، م تربيع على م فيها م لاني بطرح الاسس، ناقص ج م على ج م راحت، يتبقى معايا واحد. ده البسط. ننزل للمقام، هنا فيه ج وهنا فيه ج، اخد الجيم. طب ليه ما خدتش الميم؟ عشان هنا في م تربيع بس هنا ما فيش حاجه، يبقى اقسم المقام كله على ج. ج على ج راحت، يتبقى معايا م تربيع ناقص ج على ج راحت، يتبقى واحد. يبقى الكلام ده بيساوي الجيم اللي فوق تروح مع الجيم اللي تحت، الجيم اللي فوق تروح مع الجيم اللي تحت. خد بالك معايا كده، احنا هنا لما اخدنا جيم وهنا جيم، اخدنا جيم ميم، فهنا الجيم على جيم راحت، تبقى ميم تربيع على ميم فيها ميم ناقص واحد. وهنا اخد جيم مع جيم، اخدت جيم، يتبقى هنا ميم تربيع ناقص واحد. لو تفتكر معايا في تاني اعدادي الفرق بين مربعين، انا هنزل عندي فوق ميم في ميم ناقص واحد، ده يتحل الفرق بين مربعين. الميم تربيع عبارة عن ميم في ميم، والواحد واحد في واحد، ومرة بالموجب ومرة بالسالب. طبعا كده انا عندي ميم ناقص واحد وروح مع ميم ناقص واحد، اصبح عندي في البسط كده ميم، ومعايا المقام ميم زائد واحد، وادي العلاقة دي رقم واحد. خلي بالك ان دي كده انا فكيتها فرق بين مربعين، فكيتها فرق بين ايه؟ فرق بين مربعين. ده الطرف الايمن. تعالى كده مع بعض ناخد الطرف الايسر. الطرف الايسر، الطرف الايسر اللي هو اصلا مكتوب في المسألة ب على ب زائد ج، يبقى اقول ب على ب زائد الجيم. هشيل الب واحط قيمة الب اللي هي الجيم ميم على ب بجيم ميم زائد الجيم، ما عنديش تعويضة. انا عندي كده هنا الجيم ميم نزلتها، وعندي هنا في جيم وهنا في جيم، اخد الجيم عامل مشترك، هيتبقى معايا ميم زائد واحد. الجيم تروح مع الجيم، في البسطة هيبقى ميم، وفي المقام ميم زائد واحد، وأدي العلاقة دي رقم اتنين. لاحظ معايا كده في العلاقة رقم واحد إن أنا المسألة عندي في العلاقة الأولى أو الطرف الأيمن بميم على ميم زائد واحد، وهنا ميم على ميم زائد واحد، يبقى أقول له كده على طول من واحد واتنين ينتج أن الطرفان متساويان. خلاص كده، ده كده اللي هو ايه؟ اثبات ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. ندخل بعد كده على السؤال الثالث. بيقول لي هنا الف اذا كانت السين يساوي المجموع واحد وثلاثة واربعة وخمسة، والصاد بيساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وكانت علاقة عين علاقة معرفة من س إلى صاد، حيث ألف عين ب تعني إن الألف زائد ب يساوي 7. يعني هاخد رقم من المجموعة ألف اللي هي السين مع رقم من المجموعة الثانية، المهم أجمعهم يديني 7. أكتب بيان عين ومثل بمخطط سهمي. أنا لو خدت الواحد، واحد زائد كام هنا يديني 7؟ واحد زائد 6 يبقى 1 و6. طب لو خدت التلاتة، 3 زائد كام يديني 7؟ 3 زائد 4 يبقى 3 و4، و4 و3 و5 و2. يبقى أنا أخدت رقم من هنا جمعته مع رقم من هنا يداني 7. فلما أخدت الواحد، واحد وكام؟ يبقى 1 و6، 3 و4، 4 و3، 5 و2. مثل بمخطط سهمي. طبعا زي ما احنا خدنا في النموذج الأول، ان انا بعمل كده مستطيل واقف كده، ومستطيل هنا برضو زيه بالظبط. بكتب في الاولاني عناصر المجموعة س، وهنا بكتب عناصر المجموعة ص. السين فيها بس 4 عناصر، 1 و3 و4 و5. ادي 1 3 4 5. الصاد فيها من 1 ل6، ادي 1 2 3 4 5 6. وأوصل 1 بال6، يبقى أنا معايا كده 1 ب6، ومعايا 3 ب4، ومعايا 4 بال3، ومعايا 5 بإيه؟ بال2. لاحظ معايا إن كل عنصر من عناصر المجموعة س خارج منها سهم، بين إن العين دالة، هي فعلا دالة، يبقى أقول له العلاقة دي دالة.
ليه دالة؟ لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط. كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط. ماشي. رقم ب بيقول لي إذا كان الفقرة رقم ب، إذا كان 5 ألف يساوي 3 ب أوجد قيمة 5 ألف يساوي 3 ب. لو قلت كده ألف على ب، ألف على ب مرجعش فاضي، هيبقى 3 على 5. ودي معناه إيه؟ معناه إن الألف بيساوي 3 ميم والب بيساوي 5 ميم. بعد كده أخد المقدار اللي هو 7 ألف زائد 9 ب على 4 ألف زائد 2 ب يساوي 7 ألف، يعني 7 مضروبة في 3 ميم أهو بالتفصيل أهو. 7 في طبعا الألف هنا ب3 ميم زائد 9 ب، 9 في 5 ميم على 4 ألف، معناها 4 في 3 ميم زائد 2 ب، يعني 2 مضروبة في الب اللي هو 5 ميم. 7 في 3 ب21 ميم، و9 في 5 ب45 ميم. 4 في 3 ب12 ميم، 2 في 5 ب10 ميم. أجمع 21 زائد 45 يديني 66 ميم. 12 زائد 10 يديني 22 ميم. الميم تروح مع الميم، 66 على 22 يساوي 3، يبقى قيمة المقدار بيساوي 3. السؤال الرابع ألف بيقول لي هنا عندي دالة السين ب4 س زائد ب، وكانت دالة التلاتة بيساوي 15. أوجد قيمة ب. يعني دالة التلاتة بيساوي 15، يعني أنا هعوض عن السين ب3 وأساويها بال15. هعوض عن السين ب3 وأساويها بال15. خلاص كده. يعني أقول له كده 4 في السين اهي ب3 زائد الب يساوي 15. 4 في 3 ب12 زائد الب يساوي 15. 12 زائد كام يديني 15 زائد 3، يبقى الب كده بيساوي 3. معرفتش أقول 15 ناقص ال12 يساوي 3، يبقى قيمة الب طلعت بكام؟ طلعت ب3. ناخد بعد كده السؤال التغير. بيقول لي هنا إذا كانت ص تتغير طرديا مع السين وصاد ب6 عندما س ب3، أوجد العلاقة بين س وصاد. طالما قال لي أوجد العلاقة يبقى أقول له كده أول حاجة إن الصاد بتتغير طرديا مع السين، يبقى أكتب العلاقة الأولى اللي هي صاد يساوي م س. تمام كده. هشيل الصاد وأحط 6 وأشيل السين وأحط 3. ال6 دي عبارة عن كام في 3؟ 2 في 3، يبقى الميم ب2. الميم بكام؟ ب2. معرفتش أقسم ال6 على ال3. ارجع اكتب لي هنا العلاقة من أول وجديد اللي هي الصاد يساوي، هشيل الميم وأحط مكانها 2 والزجها في السين. كده أنا جبت العلاقة بين صاد وسين. عايز كمان قيمة صاد عندما س بيساوي 5. خد بالك معايا. يبقى أقول له كده عندما السين بيساوي 5 يكون يبقى الصاد يساوي 2 مضروبة في السين اللي هي ب5، يبقى 2 في 5 بيساوي 10. طبعا انا هسيب لك انت السؤال الخامس تحله، لان ده طبعا سؤال متكرر. عندك منحنى دالة تربيعية، وعندك بعد كده الجدول اللي فيه اللي انت بتجيب له الوسط والانحراف المعياري. طبعا ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، وانا عايزكم ما تخافوش من الامتحان، هيجي بسيط في مستوى الطالب المتوسط والمجتهد، وانتوا عملتوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على الله. انا عايزكم بس تراجعوا كويس وتحلوا نماذج كتاب المدرسة تاني، وطبعا تحلوا برضو المحافظات وتركزوا على محافظة سوهاج. اتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.